أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل تسجيل سورة إبراهيم عليه السلام بالقراءات العشر المتواترة من طريق الطيبة وبتحريرات كتاب فتح القدير. وناخذ هذه المرة الآية رقم 13 إلى الآية رقم 17 from آية نمبر 13 في الآية نمبر 17. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. وفيها من القراءات قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف وخاف. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة: والثلاثي فضل في خاب طاب ضاق حاق زاغ. يعني كل هذه الكلمات أمال حمزة، كل هذه الألفاظ فضل فلحمزة. ثم كلمة خاب، قال أيضا في الطيبة: زاد خاب كم خلف فنا. يبقى الثلاثة الأولانيين فضل حمزة. خاب زاد خاب كم خلف فنا، يعني أمال زاد وخاب كل من حمزة باتفاق فنا. أما أبو عمرو فأمالهما بخلاف عنه. وهذا في تحريرات 100 صفحة 173 من كتاب فتح القدير. فتح الحرفين، فتح للحلواني والأخفش، إمالة للداقوني والصوري. وهنا تفاصيل كثيرة أخذنا منها هذا الاختصار. ذلك لمن خاف مقاوي وخاف وعيد. أثبت الياء الأزرق والأصبهاني وصلا، وعيدي وصلا، وعيدي واستفتح. أما وقفا وعيد. أما يعقوب فأثبت الياء وصلا ووقفا لأنها رأس آية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتح. ثم نقرأ هذه الفقرة بقراءة حفص لنرى ما فيها من قراءات أخرى متواترة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم. رسلهم أسكن السين أبو عمرو. رسلهم صلة لأهل الصلة. لنخرجنكم من أرضنا، من أرضنا نقل من أرضنا، أو لتعودن في ملتنا. فأوحى ذاتها فيها الفتح والتقليل للأزرق، وفيها إمالة لشفع. فأوحى إليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب. إليهم صلة لأهل الصلة. ربهم صلة. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض نقل من بعدهم. ذلك لمن خاف. إخفاء بغنى لأبي جعفر. خاف إمالة لحمزة في الموضعين. خاف مقامي وخاف خيف وخيف. وعيد أثبت الياء وصلا الأزرق والأصبهاني، وفي الحالين أثبتها يعقوب. واستفتحوا وخاب. قال في الطيبة: زاد خاب كم خلف فنا، أي أمالها ابن عامر كم بخلاف عنه. فنا حمزة أمالها حمزة باتفاق. وسيأتي تفصيل ذلك في قراءة أبي عمرو، في قراءة مين؟ ابن عامر. واستفتحوا وخاب
زاد خاب كم خلف فنا. كل جبار عمالها حس تفوز منه اختلف. وقللها الأزرق وفتحها الباقون. كل جبار عنيد من ورائه ترك الغنة لخلف عن حمزة. جهنم من ورائه جهنم يسقى ذات ياء فيها الفتح والتقليل للأزرق وإمالة لشفة. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه وياتيه إبدال. وياتيه الموت من كل مكان وترك الغنة. وما هو بميت وترك الغنة مرة أخرى. ومن ورائه ثلاث مواضع متتالية فيها ترك الغنة لخلف عن حمزة. من ورائه عذاب غليظ إخفاء بغنة لأبي جعفر. عذاب غليظ. ثم نعود للأزرق فنجد له الآتي. أزرق على تقليل ذات الياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بالياء وصلا فقط. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. أزرق على فتح ذات الياء. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. الأصبهاني على توسط المنفصل.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الأصبهاني على قصر المنفصل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا يأتي دور قالون بدون صلة ميم الجمع، وقالون بدون صلة ميم الجمع هو وعاصم سواء لن نقرأهم. بعد هذا يأتي قالون وابن كثير على قصر المنفصل والصلة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثاني. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أبو جعفر وله إخفاء بغنة على الغين والخاء وله قصر منفصل.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا يأتي دور أبو عمرو. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان تحقيق الهم وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعقوب ولا ننسى أن له وخاف وعيدي بالياء وصلا ووقفا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلف عن حمزة على ترك السكت
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حمزة خلف عن حمزة على سكت فقط. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلف عن حمزة على سكت والساكن المنفصل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلف عن حمزة على سكت المد المنفصل.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلف عن حمزة على سكت المد المتصل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلاد على ترك السكت. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
خلاد على سكت فقط. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد. واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلاد على سكت الساكن المنفصل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد. واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلف عن حمزة على سكت المد المنفصل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد. واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. خلاد على سكت المد المتصل.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد ثاني من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أبو الحارث وخلف في اختياره. أبو الحارث عن الكسائي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. زور الكسائي المفروض ان به الختام ولكن عندنا ابن عامر. زور الكسائي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بقي خلاف ابن عامر أبقيناه للنهاية. ابن عامر كل هذه الفقرة مثل حفص إلا كلمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من تحريرات 123
كتاب فتح القدير. الحلواني له فتح خاب وجبار. الداغوني له فتح خاب أو إمالة خاب وفتح جبار. الأخفش له فتحهما فتح خاب فتح جبار زي الحلواني. الصوري له إمالة الاثنين خيبة وجبير. يبقى عندنا الحلواني مثل حفص، والأخفش مثل حفص على التوسط، والداغوني مثل حفص إلا أن له خاب وخيبة. بقي الصوري ونأخذه وله التوسط وزيادة، وبه ختام المسك. الصوري عن ابن ذكوان: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخيب كل جبير عنيد. ثاني: واستفتحوا وخيب كل جبير عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. صدق الله العظيم.